تعرف إن مش كل كونسيومر كان كاستمر ومش كل كاستمر هيبقى كونسيومر؟ الكونسيومر هو المستهلك اللي بيستخدم المنتج فعليا، إنما الكاستمر هو الشخص اللي بيقوم بعملية الشراء. يعني لو قلنا مثلا أب اشترى لبن لطفله، في الحالة دي الطفل هو الكونسيومر بينما الأب هو الكاستمر. طيب لو الشخص اشترى ازازه ميه وشربها مثلا، بقى هو الكاستمر وهو الكونسيومر. اذا كون الكلاينت ده كونسيومر ولا كاستمر بيكون معتمد على الدور اللي بيقوم بيه. طب انت تعرف ان الكلاينت ده مر بكذا مرحله؟ انت عشان تقدر تبني خطه تسويقيه ناجحه وتروج لمنتجك صح، لازم تفهم رحله العميل من السسبكت للبروسبكت للكلاينت، وتفهم يعني ايه كواليفايد ليدز. وده بالفعل بشرحه بشكل مفصل في جزء سلوك المستهلك وأنواع المستهلكين من دبلومة التسويق الشاملة. زور موقعنا عشان تعرف أكتر عن محتوى دبلومة التسويق الشاملة، واملى الفورم دلوقتي عشان تلحق مكانك في الدبلومة، لأن الاشتراك بأولوية الحجز.